السلام عليكم. اول حاجه بغيت نقول شكرا بزاف للناس اللي تفرجوا في الفيديو الاول ديال ترانسيرفين. القناه يلاه جديده، دخلوا تفرجوا بارطاجيو مع صحابكم، وشويه بشويه تبدا تكبر الفكره. وعلاش لا نديروا شي ثوره فكريه ترانسيرفيه تكون من الطراز الرفيع. الموضوع ديال اليوم هو الشابتر الثاني ديال الكتاب ديال ترانسيرفين، واللي هو البندلومز ولا بالعربيه البناضولات. شنو هما البندلومز ولا البناضولات؟ البناضولات هما واحد الافكار ولا مجموعه ديال الافكار اللي كتكون عندها واحد الانرجي، وديك الانرجي كتجي من الناس اللي دايرين لها سبسكرايب. ديروا لنا سبسكرايب الدراري اليوتيوب باش نكبروا هاد البندلوم هذا. السبسكرايبرز يعني عدد الناس اللي كيعطيوها اهميه واللي كيتفقوا ولا كيكرهوا الفكره. تنبداو نفصلوا اكثر على كيفاش كيخدموا البندلومز. ببساطه هما واحد الافكار ولا مجموعه ديال الافكار اللي الناس كيعطيوها اهميه ولا كيعطيوها واحد المقاومه، اوتوماتيكمون كيعطيوها اهميه. يعني فاش واحد الفكره كتولي كبيره وكتولي عندها واحد التابعين، اللي بغينا نقولوا واحد الفولورز، كتولي تسوينغي. يعني داك البناضول بحال البناضول ديال الساعه كيبقى يدور، وقد ما كانت الفريكونسي كبيره قد ما كتكون الدوره مجهده، وقد ما بطبيعه الحال كتبغي تجرك لعندها. كاين بزاف الامثله اللي ما عندهاش حدود. مثلا الفكره ديال الكره، الفكره ديال السياسه، هاد الحزب مع هاد الحزب، هاد الفرقه مع هاد الفرقه، مثلا الزليجيه والكراغله، هادو كاملين بناضولات. وهاد البناضولات انت فاش كتكون مثلا كتدخل السوشيال ميديا كيبغيو يجروك لعندهم باش يكتسبوا قوه اكثر، اوتوماتيكمون يسوينغيو بطريقه اسرع، اوتوماتيكمون يكون عندهم بزاف ديال التابعين. الحاجه اللي كتخلي البندلومز يبقاو، لانهم في اخر المطاف مش كائنات واعيه بذاتها كتنوض في الصباح كتفكر كتقول انا دابا غنبدا ندور بجد باش نجيب بزاف الناس. لا، هي غير كاينه حيتاش هذه الطبيعه ديال الكون، وهذه هي الطبيعه ديال الانسان. الانسان هو واحد الكائن اللي في غالب الاحيان ولا دائما يريد ان ينتمي الى واحد الحاجه، واحد الفكره، واحد القبيله، واحد الدين، واحد الفكره ديال السياسه، واحد الفرقه ديال الكره. احنا واحد الناس اللي كائنات اجتماعيه بطبعنا، وبطبيعه الحال كنبغيو ننتميو لواحد نسميوها فقاعه ولا فقاعه فكريه ولا فقاعه اجتماعيه اللي غادي تخلينا على قيد الحياه. لان كما قلت الانسان بطبعه واحد الكائن اجتماعي، والانتماء ديالو لواحد المجموعه اللي عنده واحد الافكار معينه واللي عنده واحد الاعتقادات معينه كتخليه على انه يحس براسو في امان. وواخا احنا مثلا دابا الانسان المعاصر الالفيه الثانيه ويعني الحضاره تطورت بشكل كبير، ولكن الدماغ ديالنا وسيرتو واحد البلايص في الدماغ ديالنا بحال الاميغديلا مثلا ولا الهيبو كامبس ولا شي حاجه كيكونوا باقين يعني ديال الانسان البدائي، ديال الانسان اللي عايش في السافانا، ديال الانسان اللي مطايف على القوت اليومي. يعني واخا دابا العقل ديالنا راه مادابطي الى حد ما للسوشيال ميديا على 2026، ولكن بيولوجيكمون حنايا راه باقيين كنخافوا، فهمتيني، من نفس الطريقه اللي غنخافوا مثلا جدنا تابعوا نمر ولا شي حاجه. غير هو صعيب تقول للدماغ ديالك باللي راه غير باقي ما خلصتش الكرا راه ماشي النمر اللي شابعني، فهمتيني. عقلك تيفهمها ولكن دماغك تيرياجي بواحد الطريقه اللي فيها غير الهرمونات وفيها غير الافرازات الكيميائيه اللي في اخر المطاف خصها تحاول ما امكن تخليك على قيد الحياه. اذا البندلومز هما واحد الافكار، مجموعه الافكار اللي عنده واحد الفريكونسي، واحد التردد اللي كيخلق واحد كيفاش نقولوا مثلا واحد الهوكس. بحال قلتي مثلا شي فيروس كيكون عنده بحال واحد التشوكات، فهمتيني، باش كيقدر يدخل الخليه. بحال هكاك البندلوم، كل بندلوم عنده واحد الفريكونسي اللي كتقدر واللي ماشي كتقدر ديما، مي عندها الامكانيه باش انها توغل الوعي ديالك نتايا باش انت تعطيها قوه عن طريق انك تعطيها اهميه ولا تقاومها. مثلا كيفاش نعطيكم مثال،
مثلا المثال السهل هو انني انا كنتمي لواحد الفرقه الوداد ولا الرجاء، انايا هذه فهمتي كتعطيها واحد الاهميه. او ميم طون مثلا انت ودادي ما عندكش مع الرجاء، هذيك اللعبه انك كيفاش كتقول ما عنديش مع الرجاء راك كتعطي قوه للبندلم ديال الرجاء. يعني احسن طريقه باش تتعامل مع البندلمز ماشي هي غير انك تتفادى انك ما تدويش عليهم وما تنتميش ليهم، ولكن ما تقاومهمش. احسن طريقه باش تفاعل ولا باش تتفادى الى حد ما البندلمز اللي تيكونوا مدمرين هو انك ما تسوقش لهم. indifference ماشي to love them، ماشي to hate them، ولكن to be indifferent about them، تكون ما مسوقش. بطبيعة الحال كاين بزاف البندلومز اللي ممكن تنتمي ليهم، حيت في اخر المطاف كما قلت لكم الانسان واحد كائن اجتماعي وما يمكنش ننفصل بطريقه جذريه على كاع البندلومز، والا سيقودك ذلك الى الجنون. ولكن خصك تعرف باللي علاقتك مع البندلومز هي علاقه ربحيه براغماتيه. يعني انت خصك ما امكن تتفاعل مع البندلومز بطريقه اللي تخليك انت تستافد منهم اكثر ما هما يستافدوا منك. ماشي مشكل تفرج في كره، ماشي مشكل نكون ودادي ولا رجاوي، ولكن ما خصش توصل لدرجه الجنون انني ننتمي لواحد الجماعه اللي تبدا تخرب ولا تبدا تهراس ولا تبدا تكره ولا تبدا تضارب مع الناس الاخرين. هنا كتبدا القوه ديال البندلوم كتسوينغي اكثر، وكيخليك انك تكون واحد الانسان مفروغ من الوعي ومفروغ من القيمه الحقيقيه اللي خصك توصل ليها انت كواحد الانسان. هذه هي الفكره العامه ديال البناضولات. الخلاصه هو اننا خصنا نعرفوا كيفاش نتفاعلوا معاهم ونعرفوا اننا نستافدوا منهم وماشي هما اللي يستعملونا. واحد النقطه اللي بغيت ناكد عليها هو انه من شحال هذه، يعني منذ قديم الزمان، كان واحد الصراع دائم على شكون اللي غادي يوصل للانتباه ديال الانسان ولا الانتباه ديال الجماعه. تاريخيا الناس اللي كانوا عندهم يعني قاده وكانوا حكام وكانوا مثلا ولا قراب الحكام ولا مثلا السلطه ولا الطبقه الحاكمه في اي بلاد ولا في اي قبيله، سواء في افريقيا جنوب الصحراء، سواء في الامازون، سواء مع سيزار، سواء مع اي قائد تاريخي، انهم فهموا على ان الانتباه ولا التركيز ولا كيفاش الناس كيعطيو اهميه لواحد الحاجه، فهموا على انها واحد القوه اللي تقدر تكون في صالحهم. اذا هما يعرفوا هذه القضيه ديال البندلومز وكيخلقوا البندلومز عن طريق الانترتينمنت، مثلا الحوايج ديال الترفيه، مثلا دي سيستم بحال الفلوس، دي سيستم بحال مثلا الرياضات ولا مثلا المسابقات. هادو كاملين عباره على واحد البندلومز اللي القاده عبر الزمن عرفوا الاهميه ديالهم في ماشي دائما ديك المؤامره ديال ان لا هادو كيديروا التضليل ولا كيديروا مثلا لا حكا كيبغيو يموهونا ولا سي فري كو في بعض الاحيان كتكون القضيه ممنهجه، ولكن في غالب الاحيان كتكون غير انهم فهموا على ان باش تكسب الود ولا الانتباه ديال واحد المجموعه ديال الناس خاصك تعرف كيفاش توصل لهم ان يديروا واحد الحوايج اللي عندهم علاقه بالترفيه، عندهم علاقه بانهم يتجمعوا. غير اوتوماتيكمون فاش كيتجمعوا راه ساهل على انك توصل لهم واحد الفكره ولا ترسخ لهم واحد الفكره، لان الناس في الجماعه يتصرفون بطريقه مختلفه على كيفاش هما كيتصرفوا ولا كيفاش هما دايرين فرد بفرد. الانسان اللي ريحتي معاه بحال هكا مثلا واحد مع واحد راه يقدر يبان لك واحد الانسان في شكل عالم عنده واحد القصه، يقدر يبان لك انتريسون بجد، ولكن اون فوا كيتحط في واحد الجماعه كيدوب وسط الجماعه بحال قلتي كيولي كيتصرف بواحد الطريقه شويه تقليديه ولا واحد تقليديه ماشي بالمعنى تراديسيونيل، مي واحد كيدير داكشي اللي كيديروا الاخرين، اللعيبه ديال التاثير والتاثر. واحد الحاجه اللي بغيت ناكد عليها واللي بغيت نجبد واحد الدراسه اللي دارت في علم الاجتماع على هذه القضيه ديال الانتباه. بزاف الناس كيقدروا يقولوا مثلا واش حنا مثلا نقدروا نديروا تغيير، واش حنا كناس ولا كافراد
واش حنا عندنا اصلا القدره اننا نبدلوا اي حاجه كما كانت هذه الحاجه، سواء في السياسه سواء في اي مجال، في اي مجال ما. دارت واحد الدراسه في علم الاجتماع واللي درسات اكثر من 300 انقلاب ولا حراك اجتماعي اللي طرا تقريبا في واحد 100 عام ولا اكثر. وهاد الدراسه خلصات لانه كاينه واحد النسبه مئويه ديال الناس الى تجمعوا على واحد الفكره وخرجوا ودوا على حقهم مثلا، ولا قالوا واحد الحاجه كيقدروا يبدلوا رغم قلتهم. وهاد النسبه اللي وصلوا ليها ولات كتقرر في علم الاجتماع واللي سميتها قاعده 3.5%. اذا الى 3.5% من واحد المجتمع ولا من واحد البلاد ولا من واحد الفكره ولا من واحد الفرقه تجمعوا وقالوا على اننا حنا بغينا نبدلوا واحد الحاجه، فراه في غالب الاحيان كتصدق. اذا انت القيمه ديالك كواحد الانسان اللي يقدر يبدل الواقع ديالو الى شيء اخر، حاجه اللي تقدر تخليه انه يكون واحد الانسان كيعيش الرفاهيه، راه كاينه، راه ممكنه. ولكن هنا فين كتجي الاهميه ديال البندلومز اللي كيستعملوهم القاده والناس اون جينيرال باش يخليوك تجمع على واحد الحوايج اللي سواء تافهين، سواء ما غاديش يكون عندهم واحد التاثير، سواء غير كيديروا غير واحد التمويه. اذا البندلومز كيتخلقوا اما بواحد الطريقه واعيه من واحد الناس اللي كيفكروا عندهم واحد المفكرين والمخططين وعلماء الاجتماع والناس اللي فاهمين في السلوك البشري، ولا غير واحد الحوايج اللي عاد كيطراو. البندلومز تا هما باغيين غير اكزيستيو وباغيين غير سبسكريبشن ديال الناس التابعين اللي غادي يخليهم يسوينغيو. مثال بسيط مثلا ديال شي بندلوم في شي حاجه اللي قريبه لك واللي تكون سهله باش نفهموها، يعني مثلا واحد نقولوا واحد 16 الاصدقاء كيلعبوا 8 ضد 8 كره كل مره مثلا في الويكاند، كل سبت كيتجمعوا كيهبطوا للبحر ولا كيمشيو يكريو شي تيران ويقصروا. هذا بندلوم زوين، ولكن كيولي خايب الا وليتي كتضارب مع الدراري وانت كتلعب كره، ولا كتطول بزاف، ولا ما كتمشيش تقرا وشي تلعب كره. اذا البندلومز خصك تحضي معاهم. كاينين بندلومز اللي هما مزيانين، مي الغايه ديال البندلوم ماشي هو باش يدير معاك انت المزيان، الغايه ديالو هو يبقى باي طريقه، سواء انت تقرا ولا ما تقراش، ماشي سوق هو. مثلا فاش نقولوا الدراري كل واحد فين شدا شي تزواج شي مشى للغربه، هذاك البندلوم كيبدا ينقص القوه ديالو، ما كيبقاش يسوينغي بواحد الطريقه. ومع الوقت مثلا دوك الدراري اللي كانوا كيتجمعوا يلعبوا كره ما بقاوش كيتجمعوا يلعبوا كره. هذا واحد المثال بسيط كيفاش البندلومز مثلا كيتصاوبوا ولا كيفاش كيبقاو خدامين وعلاش كيبقاو خدامين. كنتمنى تكون الفكره ديال ديك العلم الاجتماعي اللي قلت لكم وصلات. الانتباه ديالك مهم، وغير 3.5% من اي بلاد ولا اي تجمع راه يقدروا يديروا بزاف الحوايج. اذا انت كانسان راه عندك واحد القوه كبيره، سورتو الى توحدوا بزاف الناس باش يتفقوا على واحد الكلمه واحده. داكشي علاش كاين الاعلام اللي التضليل، كاين الفيك نيوز، كاين السوشيال ميديا، كاين بزاف الحوايج، لانهم هما الناس اللي في الطوب الفوق راه عارفين الاهميه ديالك انت، وعارفين القوه ديالك انت، وعارفين سيرتو القوه ديال بزاف الناس اللي تجمعوا على فكره واحده، حيت كيقدروا يخلقوا حتى هما بندلوم اللي كيقدر يسوينغي بواحد الطريقه اسرع ويقدر يدمر البندلومز ديالهم. يعني هي جيم اوف بندلومز ولا جيم اوف ثرونز. اذا انت باش تبقى في السيف زون ولا تبقى في المنطقه الامنه، خصك ضروري تبقى في واحد لا بالانس، وهذيك لا بالانس كتجي من الوعي ديالك نتايا بالقيمه ديالك، بالاهميه ديالك، وكيفاش البندلومز في الحياه كيبغيو يمصوك وكيبغيو ياخذوا لك الطاقه ديالك باش هما يبقاو خدامين. وكاينين بعض الناس اللي كيكونوا مثلا نيجاتيف بزاف، كتريح معاهم كتحس براسك بحال سخفتي، فهمتي، بحال دي فامبير ديال الانرجي، كتريح معاهم كيبقاو يتشكاو نيجاتيف. هذوك كيمانو هذوك جايبين معاهم البروكسي ولا جايبين معاهم هذوك الاكستنشنز ديال البندلومز عندك نتايا، وكيبغيو يدفقوهم عليك باش دوك البندلومز اللي يرجعوا للسيرفر السورس ديالهم باش يبقاو يسوينغو بواحد الطريقه اسرع. اذا الحل ماشي هو انك تكره واحد اللعيبه
بحال مثلا كتقول انا والله ما القرايه طلعت لي في راسي، هاد اللغه تفو كي دايره، راه ما غاديش تلقى حل، راه غادي تزيد غير تعقد المأموريه وغتزيد تكبر البندلوم غيفرح يقول واه هادشي اللي بغيتي انا. سواء تسوقتي ليها بواحد الطريقه ايجابيه سواء تسوقتي لها بطريقه سلبيه، البندلوم ما كيتسوقش، البندلوم خصو يبقى خدام. اذا كيفاش نتايا تقدر تهرب منه، سيرتو من ديستركتيف بندلوم، سيرتو من البنادولات المدمره، هو انك خصك تكون واحد الانسان ما امكن تحاول تكون نوتر، تحاول تكون محايد. هذاك الحياد راه صعيب، اذكركم واذكر نفسي، حتى انا كنوقع في هاد اللعيبات هادو، صعيب تبقى محايد في واحد السيتوياسيون، ولكن دي الاهميه ديال انك تبقى بواحد الطريقه محايده باش اوتوماتيكمون ما تخلقش اكسس بوتنشال، تنهضروا على فائض الاحتمال اللي كيخليك تطيح في مشاكل، واوتوماتيكمون ما تنتميش لواحد البنادولات مدمره اللي هي في اخر المطاف راه كتبغي غير تمص لك الطاقه ديالك باش هي تبقى خدامه. واحد القضيه اللي ذكر بها فاديم زيلاند حتى في الكتاب واللي عجبتني هو ان قال لك ترانسيرفين راه يقدر يولي بنادول. كيفاش؟ مثلا انت فاش غادا تقرا على الترانسيرفين وغتبدا تقول انا واعر، انا فاهم اكثر من الاخرين، ترانسيرفين واحد الحاجه نبقى نشوفها في الحياه كامله تيطرات، اذا ترانسيرفين حتى هي غادي تطيح في واحد البنادول ديال الترانسيرفين. اذا باش نتفاهموا باش ناكدوا على واحد القضيه، ترانسيرفين ماشي دين، ماشي عقيده، ماشي ايديولوجي، يقدر يكون غير واحد الخريطه للطريق ولا خريطه ديال كيفاش انت كتفكر في المنهجيه ديال التفكير ديالك انت. يعني الا طحتي في واحد المشاكل حاول تفكر بلي راه غير بندلومز، خصك تعرف كيفاش تتفاعل معهم، شنو هما البندلومز اللي ننتمي ليهم، شنو هما لا. كاين فضاء الاحتمالات اللي نقدر نتخيل فيه انا راسي داك الانسان الواصل في الفيرسيون ديالي انايا، ونحاول نفكر كيفاش هو غادي يفكر. اذا هي غير واحد الطريقه باش تعاونك كيفاش توصل لواحد المايند سيت اللي يكون بوزيتيف. يعني حاول ما امكن حتى هي ما توليش واحد جزء كبير من حياتك، لانها تمحي ليدونتيتي ديالك انت. حيت في اخر المطاف اهم حاجه هو انت تعرف القيمه ديال راسك وتوصل للذات الحقيقيه ديالك، وتزيد تكبر روحيا وعقليا ونفسيا، وتولي واحد الانسان متوازن ولا متزن. واحد المثال هو انه كاينين واحد الناس اللي كما قلت لكم يكونوا نيجاتيف، ولكن اهم حاجه هو انك خصك انت تكون واعي. وباش تكون واعي خصك تفهم باللي القوه ديالك راه تقدر تمشي مع البندلومز، والقوه ديالك تقدر تمشي بانك كتولي بحال واحد الان بي سي. الناس اللي كيقصروا الجيمز فاش كتكون لاعب، كاين واحدين انت كتكون لاعب، كاين واحدين كيكونوا دايزين بحال هكاك. بزاف الناس بحال هكاك، الاغلبيه ديال الناس انت تقدر تكون بحالهم ولا نقدر نكون انا بحالهم. البلان هو ان القضيه غادي نتفرع فيها من بعد، ولكن غادي نعطيكم غير واحد الخلاصه من دابا. وان العمق ديال الترانسيرفين هو انه خصنا نوليو نعيشوا الحياه ديالنا اللي كنعرفوها، الحياه ديالنا دابا الماديه، بواحد الطريقه بحال حنا في واحد اللوسيد دريم. لوسيد دريمز هو انك فاش كتحلم وكتعرف راسك كتحلم وكتقدر تتحكم في الحلم ديالك بحال هكاك الحياه. غير هو كاين واحد القواعد فيزيائيه كيتحكموا في القوانين الفيزيائيه، ولا ما يمكنش لك مثلا تطير ولكن يمكن لك بالعقل ديالك وبالعقليه ديالك توصل لواحد الحوايج اللي يخليوك تكون واحد الانسان اللي وصلتي لاحسن فيرسيون ديالك انت. اذا ترانسيرفين في العمق ديالو هو اننا نوليو نديرو لوسيد دريمين في الواقع ديالنا حنا. المهم هذه بين قوسين حتى لشي مره ونزيدو تفصلوا في هذه القضيه. بندلومز اول حاجه خصك تعرفهم وتعرف الطبيعه التدميريه ديالهم. بطبيعه الحال خصك تعرف هذا واش بندلوم غادي ياخذ لي غير الطاقه وما غادي يعطيني والو، وإلا كان هذا البندلوم غادي يعطيني واحد الطاقه خصني نكون حاضي معاه لا ياخذ لي الطاقه اكثر ما يعطيني. يعني مثلا كنت غادي نمشي لاصال، خصني نمشي لاصال فاش نكون مسالي، ماشي ما نمشيش للخدمه ونمشي لاصال، ولا ما نمشي لاصال ماشي نبقى نقارن راسي مع الاخرين وشويه ندوك التستوستيرون ويولي عندي بادي ديسمورفيا. يعني خصكم ما امكن تخليو البندلوم يكون هو خدام في المصلحه ديالكم وماشي العكس. ثاني حاجه خصك ترفض انك تدخل في واحد الصراع
مع الباندولومز. غتدخل مثلا غتلقى واحدين ضاربين زلايجيه هادو الكراغله، تقدر تدخل تخرب الضحك، فهمتيني؟ كاين هذا شي حوايج كيضحكون، ولكن ماشي تدخل بواحد الطريقه اللي تعطي الجهد ديالك والقيمه ديالك وتبقى تعاير في لي كومونتير وانايا، فهمتيني؟ يعني غير تاخذ لك غير الطاقه ديالك وغادي تخلي داك البناضول غادي، وهذاك الشيء اللي باغيين هما بجوج، فهمتيني؟ سواء هادو سواء الاخرين. خصك توقف على انك تعطي القوه للبندلوم بطريقه ايجابيه ولا بطريقه سلبيه كما قلت لكم، سواء انك تبغي تنتمي ليه بواحد الطريقه واعيه وانه غادي ياخذ لك غير الوقت ديالك وغادي يضيع لك الجهد ديالك، ولا سواء انك كتعبر على الموقف ديالك منه انك كتكرهه، ولا حيت اوتوماتيكمون كتخلق واحد المقاومه نيجاتيف اللي حتى هي كتعطيه واحد القوه باش انه يبقى. خصك تحاول ما امكن ما تخليش الباندولومز يدخلوا لك الحياه ديالك ولا الافكار ديالك، بالخصوص انك بعض المرات فاش كتكون كتفكر غالبا بواحد الطريقه نيجاتيف، وهذا راجع لبزاف العوامل، منهم التربيه، منهم فين كبرنا، منهم والدينا كانوا كيقولوا لنا، منهم الاساتذه اللي كانوا كيضربوا، بزاف الحوايج، منهم التنمر اللي تعرضوا ليه الناس مثلا فاش كانوا صغار، وكاين حتى واحد الجانب بيولوجي ديال ملايين ولا الاف ديال السنوات ديال التطور اللي كانوا جدودنا مثلا كيعانيوا في الغابه وداك الشيء، وكان الخوف وواحد الحافز كبير ولا واحد الحاجه مهمه ديال مثلا الافرازات بحال الكورتيزول باش انهم يبقاو على قيد الحياه، حيت واحد الحاجه اللي كتخليهم يكونوا حذرين، كيخلي الشوف ديالهم يكون احسن، كيخليهم يسمعوا بطريقه احسن، يعني كيخليهم بواحد ليطا ديال السرفايفل مود. المشكل في دابا يعني في الحياه ديالنا اليوميه واننا ولينا عايشين سرفايفل مود كل نهار بلا حتى شي سبب، حتى شي نمر ما تابعنا، حتى شي سبع ما باغي يقتلنا، حتى شي قبيله ما باغي تحرق لينا الديور ديالنا، ولكن هذا الشيء تعوض بواحد الحوايج اخرين، منهم الراسماليه، منهم الخدمه، منهم انك خصك دير واحد الواجبات الاجتماعيه باش تبقى واحد الانسان اللي داخل معنا في الجماعه. اذا الحوايج هما بقاو هما غير ما تطوروا بواحد الطريقه، والمشكل هو انهم تسارعوا بواحد الطريقه خياليه، خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي، والانسان كيدخل في واحد المقارنات اللي ما كتساليش. كيفاش تقدر تغلب على الباندولومز؟ هو انك خصك تولي خاوي من دوك الهوكس ديالهم. الباندولومز بحال قلت عندهم واحد السنارات بحال دوك اللي كما قلت لكم، بحال كيكونوا في شي فيروس، كيكونوا عندهم واحد السنان باش كيقدروا يتكونيكطاو معاك نتايا. الطريقه كيفاش انت تقدر ما تخليهمش يدخلوا انك تكون محصن ولا حامي راسك من انك تخليهم يتكونيكطاو معاك. قد ما انت حميتي نفسك وعرفتي كيفاش كيخدموا، واخا طيح في شي واحد بطبيعه الحال الاهم ماشي هو تربح المعركه، ولكن هو تربح الحرب، لان الحرب فيها بزاف المعارك، والحرب الكبيره في الحياه هو انك تكون سعيد وتعيش سعيد وتموت سعيد، وتخلي ما امكن الناس اللي حداك حتى هما يعيشوا اكبر قدر من السعاده. بطبيعه الحال غادي يكونوا ايام خايبه، غادي يكونوا افكار خايبه، سواء يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا. الانسان واجه بزاف صعوبات في الحياه ديالو، ولكن الاهم هو طيح وتنوض وتعرف كيفاش تفادى البناضولات اللي غادي تاخذ لك غير الطاقه ديالك، وما تخليهاش كل مره تربحك. الا ربحتك اليوم، ربحتك غدا، ربحتك بعد غدا، غادي تعرف القوالب ديالو كيفاش كتدخل لها. يعني غادي تبدا تبدل العادات ديالك، غادي تبدا تبدل واحد الحوايج اللي ما كيخليش هذيك لا سيكونس توصل لنفس النتيجه. كما خلاها اينشتاين، الجنون هو ان تفعل الشيء نفسه وتتوقع نتائج مختلفه. يعني خصك تتعلم وتعرف كيفاش كيخدموا، بس في المرات الجايين ما تطيحش في نفس الفخ ديالو. حاجه اخرى هو انك باش تقدر تفادى الفخ ديال الباندولومز هو انك خصك ديطاشي راسك. يعني خصك تحاول ما امكن فاش يطيح لك شي فكره ولا طيح في شي مشكل ولا شي حاجه تحاول تخرج منه. علاش بزاف الناس مثلا كاين بزاف الميمز ولا بزاف الناس كيقول لك انايا فاش كنعطي نصيحه لشي ناس اخرين كنبان حكيم بحال بوذا، ولكن فاش كيتعلق الامر بيا انا والحياه ديالي ما كتكونش نفس القيمه ديال النصائح اللي كنعطي لراسي ولا الهضره اللي كنقول راسي. هاد الحاجه نقدروا نفهموها بانه انت فاش كتعطي نصيحه لواحد الانسان اخر كتكون مديطاشي من ديك السيتوياسيون، يعني كتكون ماشي انت اللي طاريه لك، يعني ما طالعش الكورتيزول وفهمتي تحت واحد ستريس كبير اللي غتخليك ما تشوفش القضيه بواحد الطريقه واضحه. والاهم هو انك تقدر توصل لواحد ليطا ديسبري ولا واحد العقليه اللي تخليك تشوف الامور بحياد، حيتاش كديطاشا منها على شي حاجه طرات لك انت ولا على شي فكره طرات لك انت ولا على شي واحد ولا واحد القرار بغيتي تاخذه انت في حياتك. هذا هو البلان. واحد الحاجه اخرى خصك تحاول ما امكن تفادى واحد الحاله
كما قلت لكم اللي كتخليك ديما ترجع الباندولومز. كاين كما قلت لكم كاين واحد السيكونس، كاين واحد الطرق اللي بحال قلتي كتحس بهم، كتقول الا درت هادي فاش كنكون داير بحال هكا ديك الساعه كطلع لي واحد الفكره. فاش كتبدا تعرف على ان كاين واحد لي زيتاب اللي الانسان الى عاق بهم غادي يقدر يتفادى الباندولومز، فواحد الحاجه اللي مزيانه. وواحد الحاجه اخرى اللي مهمه هو انك خصك انت تولي تعرف تبني الباندولومز ديالك اللي بطبيعه الحال غادي يقدروا هما يعطوك واحد الحياه زوينه، ولا يخليوك انك تعطيك واحد الطاقه ايجابيه، ولا يخليو انك تكون في الخدمه ديالك وماشي العكس. المهم هذا هو الفيديو على الباندولومز، نتمنى يكون عجبكم. شكرا بزاف للدراري اللي كيخليو لي كومونتير، نقدروا نصوبوا شي كوميونيتي حنا نصوبوا الباندولوم ديالنا اللي يكون بطبيعه الحال في صالحنا، ما يكونش مدمر وما يضيعش لينا الوقت. شكرا بزاف للدراري اللي كيكتبوا لي كومونتير، الدراري اللي كانوا كيتسناو البلانات، الدراري اللي كانوا قراو ديجا الكتاب وفاش تلاقاو مع الفيديو ديالي قالوا وكيفاش واحد الانسان حتى هو قرا الكتاب. بغينا نكبروا الكوميونيتي، تكون واحد الحاجه اللي زوينه، واحد الحاجه اللي بوزيتيف على بلادنا، على الدراري ديالنا، على ندير واحد الفاليو اللي تكون كتعطي واحد طاقه ايجابيه، وواحد اللعيبات اللي مزيانين، وواحد الافكار اللي يقدروا يفيدوا الناس. وفيما كنتي خويا ولا اختي بغيت نقول لك شكرا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. وما تنساوش خليو لي كومونتير ديالكم، بارطاجيو مع صحابكم، ديروا سبسكرايب، نكبروا هذا الباندلوم هذا ونشوفوا البلان كيفاش غادي يكون. يتوب الدراري ونتلاقاو في الفيديو الجاي.